ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو توضيحي للناس او العملاء اللي هم خدوا مننا الاكل علشان يبقى فيه مصداقيه كامله. هنوريك النهارده اقبال الكلاب الغير اللي هي العملاء اللي هم خدوا مننا الاكل وودينا لهم في المحافظات، والناس اللي طلب التاني. هنوريك مقاطع الفيديو للناس اللي هي بعتت لنا مقاطع الفيديو اثناء الكلاب بتاعتهم وهي بتاكل الاكل بتاعنا. كل ده هنتكلم عنه النهارده. ما تفوتش الفيديو. يا ريت لو انت اول مره تشوفني النهارده يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس للكل عشان يوصلك انت اول واحد كله جديد. ويا ريت يا جماعه نكتر من اللايكات والشير والحركات والتعليقات الجميله، ومستني ارائكم على شغل الاكل ونظام الفيديوهات اللي هي المقاطع الفيديوهات اللي احنا هننزلها لكم لحضراتكم دلوقتي. يلا نكمل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ابو مصطفى من قناتكم فيروس كلاب القاهرة. تحياتي ليكم، تحياتي الناس المشتركة معايا على القناة، تحياتي لجميع مربين الكلاب وغات الكلاب في مصر والوطن العربي. تحياتي للجميع، يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم من جديد فيديو جديد. طبعا لكل حاجة، لكل بداية ليها نهاية. النهارده يوم الحصاد لشغلنا ونظام الأكل عندنا. طبعا لما احنا الحمد لله بفضل ربنا نزلنا قلنا متاح عندنا أكل مفروم وأكل ني أو مسلوق، والحمد لله بفضل ربنا فكرنا في فكره ان احنا نحارب غلاء الاسعار ونحارب الناس اللي هم التجار او الناس اللي هم بيبيعوا اكل للكلاب. فكرنا في فكره ان احنا لازم نساعد الناس مربين الكلاب، لان طبعا في الفتره الاخيره كان بعض مربين الكلاب او معظمهم بسبب غلاء الاسعار الكيلو كان ب 40 جنيه للاكل، والرجول بقت ب 20 جنيه وبتوصل ل 25 ومش لاقي، يعني انت مش لاقيها، يعني ب 20 جنيه ومش لاقيها. الهياكل والروس والحاجات دي ب 40 جنيه ومش لاقيها، وتوصل ل 50 جنيه كمان ومش لاقيينها. طبعا ده للكيلو الواحد. طبعا عشان انت لو عندك كلب ولا اتنين عايز له اقل واجب 3 4 كيلو في اليوم، يعني انت عايز له كده ميزانيه لوحده في اليوم ما يقارب ال 200 جنيه علشان تاكلهم في اليوم الواحد. طبعا الحمد لله بفضل ربنا هدفنا في القناه هنا من ساعه ما احنا عملناها التوعيه والحرص من الجهلاء، والتوعيه في العلاجات والتوعيه في التدريب وانتشار المعلومه السليمه والصالحه ليك ولينا وللجميع. واهم حاجه الضمير. طول ما انت عندك ضمير هتعمل كل معلوماتك وكل شغلك للناس بما يرضي الله. الحمد لله بفضل ربنا اشتغلنا على الوتر ده، اللي احنا ازاي نقدم حاجه للناس كويسه. وبالطبع الحمد لله بفضل ربنا فكرنا في فكره المفروم، واللي احنا نفرم للناس ونجيب اكل ونعمل المفروم للناس، والكيلو عامل 8 جنيه. وبل مش كده كمان، ده وجبه متكامله، يعني افضل من الضراي وافضل من اي اكل بتجيبه بره. والكيلو عامل 8 جنيه ومفروم ومتكيس وبيجي لك لحد باب بيتك. كل ده في الوجبه اللي احنا بنعملها، عباره عن لحوم وتنظيف المواشي، مفيش احسن من كده بروتين طبعا، وداخل معاها بطاطس مسلوقه، مفيش احسن من كده بروتين نشوي كمان، ومعاها زيت زيتون، ومعاها زيت جوز الهند، ومعاها زيت اوميجا 3 بلس اللي هو زيت السمك، ومعاها الفول الصويا. كل ده بروتينات ومعاها بعض الفيتامينات والاملاح المعدنيه. كل ده الكيلو عامل 8 جنيه. والحمد لله بفضل ربنا غرقنا بيها جميع محافظات مصر. الحمد لله بفضل ربنا من اسكندريه لاسوان، والاقصر خدت مننا، واسكندريه خدت مننا كذا مره، والمنصوره خدت كذا مره مننا، والسويس والقاهره خدت مننا. يعني محافظه القاهره دي اتغرقت اكل مننا الحمد لله بفضل ربنا، خلاف بقى المحافظات والشرقيه وهنا وهنا وهنا. الحمد لله بفضل ربنا. وكنا حريصين اللي اي حد ياخد مننا. ما كناش بنعرف نصور معاه بسبب ضيق الوقت، لان كنا طبعا في شهر رمضان معناش وقت اللي احنا نصور ونتكلم مع العميل وايه رايك. لا، كنا بنقول للعميل اللي بياخد مننا بعد اذنك ابعت لنا فيديو بحاله الكلب وهو بياكل. الحمد لله بفضل ربنا ده يوم الحصاد بتاعنا. الحمد لله بفضل ربنا هتشوف دلوقتي بعض من الفيديوهات او بعض من العملاء. هننزل دلوقتي حالة الكلاب وهي بتاكل الاكل بتاعنا اللي هم اشتروه مننا،
وهنشوف، ومستني ارائكم وتعليقاتكم الجميله. ولو اي حد حابب اي حاجه، الكيلو عامل 8 جنيه زي ما احنا قلنا. نشوف الفيديوهات ونرجع نكمل مع بعض. قبل ما نروح نشوف الفيديوهات ونرجع لحضراتكم تاني ونشوف اجبال الكلاب، يا ريت كله يسمي الله على حاجه الناس، لان طبعا دي حاجه الناس وربنا يبارك لحاجتهم يا رب، وفي حاجتهم وحاجتكم وحاجتنا. نشوف الفيديو ونشوف اجبال الكلاب على الاكل بتاعنا ونرجع نكمل مع بعض. ابو مصطفى الله يبارك لك ابو مصطفى. عدوا كمان اهو الاكل اهو بتاع ابو مصطفى. الله يبارك لك ابو مصطفى. الله يبارك. بس افصل الفيديو. الله يبارك لك. مصطفى هو اللي احنا لسه بنجربه. بالفعل مع اكل كلاب لسه عامل اوردر من عند ابو مصطفى، الله يبارك له. لسه جراوي اهي، الجراوي دي لسه ما كملتش 45 يوم على فكرة. الجراوي دي لسه صغيرة ما كملتش 45 يوم. الله اكبر، الله اكبر. في ذكر اهو لسه ما كلش، استني دوره. الله يبارك لك ابو مصطفى، الله يبارك لك. عايش يا باشا، عايش يا باشا، الله يبارك لك. تسلم ايدك يا ابو مصطفى، الله ينور عليك يا اخويا. تسلم ايدك يا معلم. يا كابتن يا كابتن، مش مستحمل، مش بيشم الاكل، هيتجنن عشان ياخد الاكل. بس ليو، بس يا ليو، بس اصبر هسخن لك، اصبر هسخن لك، اصبر هسخن لك، اصبر هسخن لك، اصبر هسخن لك. مش هيقطع الاكياس يا كابتن وعهد الله. بس وبعدين بس اهدى خلاص. بسخن لك اهو. ده شمه من اول ما دخلت الشقه، بعيد عنك هيتجنن عليه. بس ليو بس استنى يا ليو، بص، اللهم صل على النبي، ما شاء الله. ليو، جزاك الله خير يا كابتن، والله العظيم 3 زي الفل. لأول مرة يجي على أكل كده، ما شاء الله تبارك الله. هات الكيس، هات الكيس ده، كل بقى الأكل. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله.
قولوا ما شاء الله يا جماعه، قولوا ما شاء الله. انا بس يا دوبك دفيته كده بس في الميكرويف وبهدل الدنيا، كان مبهدلني من اول ما دخلت. خد اهي، خد شويه اهو، خد شويه اهو، خد شويه اهو اهو اهو. انا بخاف اقرب منه في اكل جديد يكون بيحبه كده، لحسن قبل كده كان بس اول مره يهجم عليا الهجمه السوداء دي. خد. طب وبعدين يا كابتن هنقضي عليه اكل ما شاء الله تبارك الله من اكلك الحلو ده؟ ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. ده عمال يلحق طالما كده ما شاء الله تبارك الله، يبقى الاكل عاجبه جدا. شكله هتعوده بقى على ايه؟ النظافه. تعالى ليه، خد ليه اهي الحمد لله خلص الاكل وخلص الكيس كله. طب وبعدين يا كابتن بقى هنجيب له ثلاجه منين نحط له الاكل الحلو بتاعك ده؟ اكل اهو. ما شاء الله ما شاء الله يا مصطفى. كفو بصلي، مش عايز ابصلي الكلب. ما شاء الله يا ابو مصطفى، ربنا يبارك فيك يا حبيبي. ده نصف الاكل يا ابو مصطفى. الحق يتخانقوا مع بعض عشان الاكل. هو هنا اهو خلص الاكل الحمد لله، خلصه اهو. وهنا اهو خلصته الحمد لله. تسلم جدا لذوقك وتسلم لعمايلك وتسلم لكل حاجة، وشكرا جدا، وان شاء الله ما يبقاش اخر تعامل. ومش عارف اقول لك ايه، يعني انت شلت عننا حاجات كتيرة جدا. شكرا لذوقك جدا يا بيلا، يا بيلا شاطرة. استنى ايد، تسلم ايدك. ادي الكلب التاني، كلبة اهي التانية. بصراحة الأكل زي الفل، وتسلم إيدك جدا، وشكرا على كفاية ذوقك وجاية حضرتك، ده شيء جميل كبداية، وشكرا لذوق حضرتك جدا، وإن شاء الله مش هيبقى آخر تعامل. طبعا الحمد لله بفضل ربنا، بعد ما شفنا اقبال الكلاب وشفنا كلاب الغير وكلاب العملاء اللي هم بعض الناس اللي احنا قلنا لهم، او بعض العملاء اللي هم بعتوا لنا الفيديوهات. طبعا في فيديوهات كتير جدا جدا، بس طبعا عشان طول الفيديو مش هنقدر ننزلها كلها مره واحده. الحمد لله بفضل ربنا. وبعد كده ان شاء الله بامر الله هنصور مع العميل اثناء ما هو بياخد الاكل، وهنصور برضو حاله الكلب تاني ان شاء الله بامر الله لما يبعت لنا ان شاء الله باذنك يا رب. كل ده هو ده الاكل، هو ده نظامنا في الشغل، ده نظامنا في الاكل. الحمد لله بفضل ربنا ما حدش اشتكى مننا خالص في نظام الاكل، والحمد لله بفضل ربنا سعره كويس في متناول الجميع. الكيلو عامل 8 جنيه تاني وتالت ورابع، الحمد لله بفضل ربنا. ده كل ما انت بتزرع حاجه كويسه هتلاقيها حاجه كويسه، طول ما انت بتزرع الوحش هتلاقيه وحش. الحمد لله بفضل ربنا، طول ما احنا ماشيين بضمير سالك ووش واحد الحمد لله بفضل ربنا. وان شاء الله وبامر الله زي ما احنا قلنا الاكل بتاعنا عباره عن مفروم تنظيف المجازر اللي هو الكرشه والفشه والممبار والحاجات دي كلها، وتنظيف اللحوم والحاجات دي كلها، مع سواء ني او مسلوق بيتضاف اليه بطاطس مسلوقه، ده طبعا بروتين نشوي، ومعاك البروتين اللي هو الحيواني اللي هو
تنظيف المواشي. ومعاك برضو بروتين نشوي تاني اللي هو فول الصويا كويس جدا برضو. ومعاك زيت الزيتون، ومعاك زيت اوميجا 3 بلس، ومعاك زيت جوز الهند، ومعاك الشوفان. كل دي مجموعه بروتينات مع مجموعه نسبه املاح معدنيه ونسبه فيتامينات. كل ده متدرب مع بعضه ومخليط مع بعضه. والفيديوهات عندكم اللي حابب يشوفها، وفي فيديوهات تانية طبعا كتير جدا جايه والحمد لله بفضل ربنا. والكيلو كل ده عامل 8 جنيه ومتاح توصيل لحد باب مكانك، او حابب تشرفني المزرعه تاخد اللي انت عايزه. اي حد عايز اي كميه انا تحت امره في اي محافظه، والحمد لله بفضل ربنا زي ما انتم شايفين. رقم التليفون للتواصل 010 22 417 او اكتب لي في التعليقات نتواصل مع بعض ازاي، او اكتب لي او تواصل مع واتساب برضه نتواصل مع بعض ازاي. اي حد محتاج اي كميه احنا تحت امر. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يكون شغلنا عجبكم، ويا رب يكون المحتوى بتاعنا هادف وعجبكم ان شاء الله. وامر لما مستني تعليقاتكم تحت الفيديو لنظام الاكل ونظام اقبال الكلاب عندنا ونظام الشغل عندنا ونظام المحتوى عندنا. تحياتي للجميع، اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.